لسه مفيش أي خبر عنها، ولا رسالة ولا مكالمة ولا حتى أي دليل. الموضوع مش طبيعي خالص لما عمرها ما كانت تختفي كده من غير سبب. عارفة، عشان كده أنا حاسة إن اللي بيحصل لها في المدرسة ليه علاقة باللي حصل. موضوع التنمر كنت فاكرة إن هي بتضخم الموضوع شوية. لأ، ما كانتش بتبالغ، أنا كنت بشوف بعيني النظرات والكلام اللي بيتقال والرسايل. رسايل؟ هي ما قالتليش حاجة عنها خالص. كانت بتجيلها رسايل من حد مش معروف، كان بيقولها لابسة ايه ويوصف لها المكان اللي هي كانت فيه، وكان متابعها دايما طول الوقت. ده شكله حد من هنا. بالظبط، والحد ده لسه هنا. مساء الخير يا طنط مريم. أهلا يا صولة، لسه ما فيش أي أخبار. الشرطة بتقول يمكن تكون سابت البيت لوحدها. لا لا، ما تعملش كده ابدا. انتي شايفة إن حد كان بيأذيها؟ هي ورتني شوية رسايل، في حد كان بيضايقها. طيب ليه ما قالتليش؟ يمكن كانت خايفة. استني لحظة. الحاجة دي كانت تحت مخدتها، أنا ما قدرتش أفتحها وأقراها. ايه ده مش ممكن. وده معناه إيه؟ معناه ان كان في حد بيراقبها، وانا لازم اعرف هو مين. خلي بالك من نفسك يا صولة لو سمحتي. ايه اللي كان في الكشكول؟ ملاحظات وتحذير. تحذير؟ مكتوب انها لو اختفت يبقى مش قرارها هي. وانتي شايفة مين ممكن يكون؟ ده أسوأ جزء، اكيد حد نعرفه، اكيد حد من المدرسة هنا. صولة، سمعتي عن لما حاجة تزعل والله. ايوه فعلا، حاجة تزعل قوي. يا رب ترجع قريب. خدتي بالك ما كانش باين عليه خالص ان هو متفاجئ؟ لاحظت كده، وهعرف هو يعرف ايه. حاسه كده ان انتي ممكن تكوني داخله في حاجه خطيره. انا اصلا داخله، لو انا عملتش كده محدش هيعملها. الشرطه هي اللي المفروض تتصرف، مش احنا. الشرطه فاكره ان لما هربت من بيتها هما ما كانوش يعرفوها زيي انا. تمام ماشي، بس لو تعملي حاجه انا معاكي. شكرا، اتفقنا يا حسناء. لقيتي ايه تاني؟ اصبري هقرا اهو. قالوا لي انه لو حكيت هيدهور كل حاجة، بيراقبوني في الحصة، في الممر، حتى في بيتنا، مش عارفة اثق في مين حتى في بيتي. يعني ده معناه ايه؟ في حرف ان بتاع نوح. ممكن تكون، او ممكن تكون لأي حد تاني، مثلا نسمة او نادر او نجلاء. صلاح حسناء، انتوا بتعملوا ايه في حاجات لما؟ كنا بنراجع بس يمكن نلاقي اي دليل. انا كنت بحب لما، ولو حد عايز يعرف حاجة لازم يقول للكبار، مش نلعب محققين. انتي كنتي تعرفي ان كان في حد بيضايقها؟ سمعت انها مجرد اشاعات، خدوا بالكم في ناس بتحب الدنيا تفضل ساكتة وما تتفهمش. سمعتي ازاي قالت الكلام؟ كأنها تعرف اكتر ما بتقول، الكل يعرف اكتر مما بيقولوا، كلهم ساكتين. نوح، ممكن اكلمك شوية؟ طبعا يا جميلة، اتفضلي. لما كتبت حرف في كشكولها، حرف الان. أيوة يعني، وبعدين؟ انت كنت بتضايقها صح؟ دايما بهزارك وبتعليقاتك. أنا؟ لا، ده كان هزار، بس هي كانت أخدة الموضوع بزيادة شوية. نوح، ده مش هزار، ده اسمه تحرش. خلي بالك يا صولة، انتي مش عارفة انتي داخلة في ايه. هعرف، ولو تعرف اي حاجة احسن لك تقول.
قالك ايه؟ ما كانتش حاجة مهمة، بس جاتلي فكرة لازم نفتش دولاب لما. هنفتحه ازاي؟ شفت فيديو ازاي نفتح الأقفال، سهل جدا. بجد؟ ايوه بجد. اهي اتفتحت اهي. مكتوب لو ما عملتيش اللي بقولك عليه هتندمي. ايه كان مكتوب؟ مكتوب إيه؟ انت عارفة انك ما ينفعش تقربي من حد تاني، بصي عليا انا وبس. ده مرض نفسي، في حاجة تانية. ما تنسيش المكان المعتاد، المرة دي ما تتأخريش. مش فاهمة هو ايه المكان المعتاد؟ ده بقى اللي لازم نعرفه. انتوا هنا تاني؟ احنا بس كنا بناخد شوية حاجات لما كانت سلفاها مني. الأفضل ليكم تسيبوا حاجتها في حالها. وانت مالك اصلا بتتدخلي ليه؟ انت مخبية ايه عندنا؟ ولا حاجة، بس أنا بعرف أميز لما حد يقرب من المشاكل. بصي الورقة دي فيها تاريخ، ده كان يوم الجمعة اللي فات. ده اليوم اللي هي اختفت فيه. يعني كانوا محددين يقابلوها في نفس المكان المعتاد، ولو عرفنا المكان ده فين هنعرف مين اللي كان بيتحكم فيها. ولو الإيد دي مش بتاعت نوح هنعرف بتاع مين بالظبط، ولازم نعرف ايه اللي حصل يوم الجمعة اللي فاتت. صورة. طب ولو اللي ورا كل ده كان بيراقبنا احنا كمان، خليه يبقى يقرب وانا مش هقف. انتي متأكدة من اللي انتي بتعمليه؟ لو اتهمتي خديجة وبعد كده طلعتي غلطانة محدش هيصدقك بعد كده. مش هتهمها، انا بس عايزة اعرف هي تعرف ايه. سولا، حسناء، بتعملوا ايه هنا؟ كنت محتاجة اكلمك عن الحاجات دي شوية ورق لقيناه. ولقيتوا الحاجات دي فين؟ في حاجات لما وعايزة اسمع الحقيقة، كنت تعرفي ان حد كان بيضايقها. أيوة كنت عارفة. وتعرفي مين الشخص ده؟ نوح هو اللي كان بيحط لها الورق في الدولاب، وشفته أكتر من مرة. وليه ما قلتيش اي حاجة؟ نوح هنا محدش يقدر يقرب له، عنده أصحاب كتير والأساتذة دايما في صفه. لو كنت اتكلمت كان هيقول إن أنا بألف قصص علشان ألفت الانتباه. يعني انت سبتي يضايقها؟ عارفة وندمانة، بس أنا ما عنديش أي دليل غير اللي شفته. دلوقتي عندنا دليل، ولو نوح هو اللي كل ورا ده احنا هنعرف. خلي بالكوا الولد ده مش سهل زي ما هو باين. لو خديجة معاها حق ونوح فعلا خطر، يبقى هنواجهه، والمرة دي مش هيفلت منها. نوح. شفتي بقى المحققة رجعت تلاحقني تاني. أنا عايزة إجابات. إجابات عن إيه؟ عن لما احنا عارفين ان انت كنت بتسيب ليها الورقة في الدولاب. ورق إيه؟ يلا بقى، مين اللي حط الكلام ده في دماغك؟ أكيد خديجة. ما تنكرش هي شافتك. ولنفترض إن هي شافتني، وبعدين عندكم دليل إن الورق ده بتاعي؟ معايا الورق ده ولسه فيه كمان. عارفة لما كانت بريئة زيادة عن اللزوم كانت فاكرة إن كل الناس حواليها أصحابها. انت عملت فيها ايه؟ كل اللي كنت عايزه إن هي تلاحظني، وده اللي حصل. هو انت بتعترف ان انت كنت بتتلاعب بيها؟ كنت بس بفكرها إن أنا أعرف حاجات محدش غيري يعرفها. نوح انت انسان مريض. وبرغم كده صولة، انتي لسه بتدوري ورايا، خلي بالك. ابعد عنها. كملوا لعبتكم بالمحققين، أنا مستمتع وأنا شايفكم بتضيعوا وقتكم. ده اكيد عارف حاجة. ايوه ولازم نعرفها، حتى لو اضطرينا نطلع منه كلمة بكلمة. ولو فعلا اخر واحد شاف لما،
يبقى نوح معاه مفاتيح كل حاجة ولازم نراقبه. يلا بينا. هو راح هنا ليه؟ هنعرف دلوقتي. ده بتاع لما. هما مش فاهمين حاجة، محدش كان يعرفها زي محدش كان بيشوفها زي ما أنا كنت بشوفها. أنا ولما كنا مكتوبين لبعض، بس هي ما كانتش بتسمع كلامي، كانت بتتهرب مني. كان لازم أعمل كده، كان لازم أبعدها عن الكل، بس كده كانت هتحبني، كانت هتشوفني زي ما أنا كنت بشوفها. هو مهووس بيها ولا هو مجنون ومخبيها؟ هو لسه قايل كده دلوقتي. ما كانش المفروض توصلي بالشكل ده كأني مش موجود. أنا عملت كل حاجة علشانها، كنت بفضل لليل مستني أشوفها وهي معدية. هي كانت ليا ومحدش تاني هيكون ليها بعدي. هو اللي خطفها عشان مهووس بيها. خلاص، لو مش عايزاني هتفضلي محبوسة علشان تتعلمي ازاي ترفضيني. عندنا الفيديو اللي بيقول فيه بنفسه انه مخبيها. دلوقتي لازم نراقبه، هو اللي هيوصلنا للمكان اللي حابسها فيه. تفتكري لسه عايشة؟ يا رب. هتفهمي يا لما ان مفيش اي حد هيحبك زي ما انا كنت بحبك. اكيد جوه المكان ده. ايوه، احتمال كبير. ندخل طيب ولا هنعمل ايه؟ لا، ممكن يحاول يعمل فينا اي حاجة. طب وهنعمل ايه؟ عندي فكرة احسن. سولا، انتي متأكدة من اللي انتي هتعمليه؟ ايوه، لازم نعمل كده يا حسناء. مساء الخير، ممكن نساعد حضرتك ازاي؟ عاوزين نبلغ عن اختفاء صاحبتنا، وعندنا دليل ان في حد من المدرسة هو اللي حابسها. عندكم اسم او شهود او اي حاجة مؤكدة؟ دي اهم حاجة. التسجيل ده فيه صوت نوح وهو بيقول ان لما عنده. المفتش حسام، معاه دقيقة. أنا المفتش حسام، انتوا صولة وحسناء. ايوه، عندنا دليل ان نوح خطف صاحبتنا لما. تمام، نتصرف بهدوء بس بسرعة، احكولي كل اللي تعرفوه. الموضوع ده محتاج عملية كاملة، هنتصرف فورا. يعني انتوا بجد مصدقنا؟ احنا بنصدق الأدلة، وانتوا جبتوا أدلة، عملتوا الصح انك جبتوا ده هنا. هتفضلوا مع المسؤول مجدي على خط الأمان، ما تقربوش إلا لما نطلب ده منكم. بس ده احنا عايزين نساعد. عارف، بس الأفضل انكم تفضلوا هنا، وثقوا فيا. صولة، حسناء لقيناها، لما عايشة، كانت مربوطة بس فاقت. بجد؟ أيوة، كانت مرعوبة بس متعورتش جامد. سولا، انا كنت فاكرة ان محدش هيجي. انا هنا واحنا معاكي دلوقتي يا لما. مين اللي جابك هنا؟ نوح. ايوه، هو اللي خدني، كان بيقول ان هو بيحميني. نوح هيتقبض عليه بتهمة الخطف والاحتجاز، بتهمة تقييد الحرية، وبتهم تانية كمان. بلغكم كان هو المفتاح لحل القضية. بفضلكم قدرنا نتحرك بسرعة. بجد شكرا ليكم انتوا الاتنين. نوح كان لوحده في اللي عمله ولا كان في حد تاني معاه؟ لوحده لحد دلوقتي. كل الدلائل بتقول انه اتصرف بدافع الهوس من غير اي شركة، بس التحقيق لسه مخلص.
اللي عملته شجاع جدا، مش كل شباب بيجوا معاهم أدلة وشجاعة يقدموا بلاغ، ده اللي هيخلي نوح يتحاسب على كل اللي عمله. عايزة الكل يعرف ان اللي حصل مش غلطتي، وهنقول كده وهنضمن ان العدالة تتحقق. بالظبط، اللي حصل ده مش لازم يعدي من غير حساب. ماما انتي لسه خايفة؟ لا يا حبيبتي، دلوقتي انا حاسه براحه، بس كنت فاكره ان انا مش هقدر اشوفك تاني. وانا كمان كنت فاكرة كده ماما، كان في اوقات متأكدة ان انا مش هخرج من المكان ده ابدا. مش لازم تتكلمي عن اللي حصل لو مش قادره، بس لازم تعرفي ان احنا هنا معاكي. عارفة، بس محتاجة اتكلم حتى لو شوية بشوية، مش عايزة اللي نوح عمله فيا يفضل سر. ومش هيبقى سر، الكل عارف الحقيقه دلوقتي، والكل عارف اللي عمله، وانتي نجيتي وده اهم حاجه. بس المرة دي مش هسكت تاني ابدا، لو اي حد ضايقني لازم اقولك علشان تتصرفي.